هاي جايز، كيف حالكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله كويسين. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. فيديو اليوم زي ما انتم شايفين في العنوان، للبنات اللي يسالوا لي على الانستا وعلى التيك توك شو معنى تديرين ميك اب توتوريال، شو معنى كيف تديري في حواجبك. اليوم حنعطيكم السر، لكن قبل ما نبدا في القصه دي كلها حطوا لايك، اشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر تحت الفيديو. تابعوني على سناب، تيك توك، انستا ويوتيوب. روابط حساباتي كلهم حتلقوهم لوطه في صندوق الوصف. فما نطولش عليكم، خلينا نخش في الفيديو دايركت وليتس جو. اول حاجه حنبدو بها اللي هي الحواجب. انا هلبة بنات يسالوا فيها على حواجبي كيف ندير فيهم. في تكنيك صغير قاعده نغير فيه في طريقة الميك اب، انه كيف نديره وكل شيء. طبعا وجهي سمعنا اليوم حندير ميك اب توتوريال. اول حاجه نبي نبدا بها. شوفوا انا حواجبي اليوم استعملت فقط المنتج هذا، واللي هو عباره عن فرشه حواجب زي الماسكارا، لكن هي للحواجب من NYX. هذا جدا كويس للسريع، يعني مشطت به حواجبي انا. لكن تو نبي ندير ميك اب شويه قوي، يعني مش ميك اب تاع اليومي، نبي ندير ميك اب شويه قوي. يلي حنديرو تو بنات ان حناخذوا البوميد نتاع اناستازيا والفرشه. انا قاعده ندور من بكري في حاجات وخشه بعضي، لان اختي من بكري دارت ميك اب والدنيا كلها فرعتتها. يعني انا مش عارفه حاليا الحاجات اللي دول موجودين، لازم ندور على كل برودكت لازم ندور عليه. اوكي، الفرشه هذه من زويفا، نتوقع على الرقم 322، ما عادش يبان هو ولا هافت، لكن نتوقع 322. فتاخذوا من البوميد هيك وتجو تعبوا الفراغات او ترسموا الخط اللي حابين الفورم تاع حواجبكم يتكون هيك. يعني تو انا هيك بس جات على الخفيف، لان انا اوريدي مدايره ايبرو ماسكارا. اوكي، توا تشوفوا الفرق بين هذا وهذا. هذا جدا خفيف يبان سو ناتشرال، وهذا اكسلنت. حنديروا نفس الخطوات لكن على الجهه الثانيه. ولو تلاحظوا ان انا نرسم فوق ولوطه، ندير الخط الفوقي والخط اللوطاني، بعدين نعبي الفراغات. بجد بنات فرق لما يكون حواجبك حلوين ولا لا، فرق جبار. ممكن يكون الميك اب نظيف نظافه مش طبيعيه، لكن لو الحواجب، فهمتوا علي كيف؟ شوفوا توا، شوفوا المرحله هذه لازم تركزوا فيها اقصى التركيز. علاش؟ لان حتجو ديروا خط هيك من هنا تحت الحاجب وفوق الحاجب، فبحيث ان تبان الرسمه نظيفه، يعني الميك اب تاعكم يبان نظيف. تجو هنا هيك درنا خط من اللوطه. تمام، تو نديرو خط من فوق. انا حندير لكم جهه واحده تو باش تشوفوا الفرق. تمام، يفضل لمنطقه العيون او تحت الحواجب انكم تستعملوا السبونج الصغيره هذه. علاش؟ لان حتشوفوا تو شنو حيصير. وهنا لا، احرصوا على انكم ما تركبوش لفوق، ما تطبطبوش بهذه في اللون بتاع الحاجب، لا ابعدوا عليه شويه هيك، يعني هيك فقط. وخلوا المنطقه هذه الرقيقه هي اللي توصل فوق، بحيث ما تلبزوش الكونسيلر. اوكي، هيك نكونوا غطينا الجهه هذه. شوفوا الفرق بين الجهه هذه، شوفوا هذا كيف مرسوم وكيف نظيف، وهذا يبي مازال. يعني لو تركزوا في المنطقه هذه، الحاجب هذا الحاجب هذا فرق، بدات من اللوطه يبان جدا نظيف. لكن اللي هنا مازال ما كملناش، تو حتجي اهم خطوه. بنات جيبوا لكم شنو يعتبر هذا سبونج، منعرفش يقولوا له، لكن المهم شيء زي هذا. تمام، لتحت العين والعين ولكل الميك اب الوجه. هذه للسيتنج، وهذا من ميبلين. احسن سيتنج باودر ممكن تستعمليه في حياتك. يعني الكومبينيشن هذه هي اللي تطلع لك ميك اب واو. حتاخدوا هيك، ناخذ انا هيك ونجي تحت، لا وحتشوفوا توا كيف ان الميك اب حيقعد حرفيا، يقعد بالك ممكن نهار كامل، يقعد حتى لل 20 ساعه. تمام، وعن تجربه. تجو هنا وتطبطبوا
اوكي اوكي. شو الفرق؟ شفتوا يعني عاش ولا في هذوك الخطوط اللي يكونوا موجودين تحت العين يولي الكلين هلبة وفوق، لأن حتى فوق كونوا هنا خطوط ويطلع من شكله مش حلو. اوكي هذه بس العين، يعني لو تشوفوا شوفوا نظافة العين هذه بس العين. فنجيبوا الباودر تاني نديروه وين؟ هنا على خط الكونسيلر، وكتروا يعني كل ما تكتروا كل ما صار في بان. هيك، وما تنسوش طبعا اكيد هنا. اوكي تو عندنا جهة بكي نكون كملت الجهة الثانية. next step البلاش. حنجو هنا للمناطق هذه وهذه هيك، وما ثبتت ما درتش على فكرة، ما درتش كونتورينج، حدير بس بلاش وهذا الكونسيلر. درت هلبة يا حلالي يا حلالي يا حلالي. اوكي معلش، تو بنط الموقف دقيقة هيك. اوكي هيك شكله كويس. هنا يلي اوفر كتير، اوفر كتير، هلبة اوفر. حاولوا نوزعوه شوية هكذا، ولو تضحكوا يكون احسن. يعني يفضل انك لما بنات، انا اكتشفت انه لما عرفتوا لما تدوروا في حركات هدو مش عارفه كيف حركات غريبه الميك اب بيطلع مش حلو. فلكن لما تضحكوا كي وتتبسموا وتديروا مثلا بلاش بدل، يعني ما درت هيك، تو قاعده بس ندير هيك تمام ونضحك، ومع هذا اطلع نتيجة حلوة. سمايل، كيب سمايلينج. اوكي عادي لو في حاجة غلط طبعا بعدين نعدلها، لكن اللي توا بس اوكي. حنحط شوية بلاش تانية على الجبهة هيك، او كونتورينج، لكن انا نحب على البودري هيك على الاحمر. يبان لك تقولي واخدة تان، فهمت علي كيف؟ هنا هيك، وهنا منطقة الفك حنستعمل كونتورينج. بندير اي شادو، حناخد شوية بس من البني الهافت، وتحاولوا انكم توزعوا اللون. اوكي لازم نزيدوا نضللوا شوية. هيك المنطقة هذه لازم تكون ديما شوية أدكن من بداية العين، يعني نهاية العين لازم يكون أدكن ديما. علاش حتى أنا منعرفش، لكن نهاية يطلع شكلها حلو. نحاول ندير لها هيك، أو نفتح فيه العين لبرا بالطريقة هذه. أوه هرب الضي، رجع الضي. اوكي نرجعوا للمكان اللي كنا فيه. هنا انا في النهايه هيك ولا هيك حنرسم العين من لوطه، اسحب العين اللي برا لان انا عيوني مش شايفينه. بسم الله الرحمن الرحيم. anyways العين متاعي انا مش ماشيه هيك فوق، ماشيه هيك نازله لوطه، فلازم نوسع العين شويه. نجو هنا تاني، وبعدين هيك تلقوا الطبطبه والطبط 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 لين تلقوا الطبطبة بحد ذاتها. طبطبة واحنا لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا. اديكم نصيحة لله بنات، ما تدوروش على الطبطبة، وحتى لو لقيتوا طبطبة ادرسوا الموضوع بشكل مدقق. مش اي واحد يجي يطبطب تقولوا له يلا خش. مش لان انا قبل شهرين ثلاثة درت التجربة، بس ننصح فيكم يعني انتوا خدوها تجربة النصيحة ولا لوحة. يعني تو حنخليه هيك على الشكل هذا. توا محتاجين فرشة زي هذه، وما تكونش ناعمة، تكون شوية خشينة او خشنة، نعرفش خشينة خشنة، اللي هو تكون نمشي من لوطة بالطريقة هذه هيك، وتحاولوا ان توسعوا باللون، توسعوا العين لبرا هيك، يعني ديروا كي جبدة خفيفة. توا حنجبدوا برا
الاخر ما يجيش نجبد. لا تو نرد برا. عبارة ايلاينر لكن مش ايلاينر، يعني ايلاينر كدابي. انا عندي فترة هيك ما نستعملش فرموش او ما نحطش فرموش، علاش ما نعرفش. حنديروا ماسكارا جولدن ماسكارا، مش لا تضيق البليل هيك اوفر كده اوفر. وهذه الماسكارا جدا محبوبة عندنا في المانيا، سواء في الشارع سواء في الانترنت سواء عند المشاهير. هلبا حابين الماسكارا هذه. جو هيك انا جافة هذه ولا شو وضعها؟ بنات الماسكارا جفت زي قلبي، قلبي جف من هذاك اليوم. حنديروا نفس البرنسيب. وفي الماسكارا ديما لازم حاولوا حطوا برودكت هلبا باش بان كثافة الرموش. عندي حركة تانية شوية ممكن في ناس منكم حيشوفوها حركة غريبة، ناخد في ملقاط ونجي هيك ونثبت الرموش في بعض. اوكي بنات رجعت لكم بعد ما كملت حطان الماسكارا. اوكي الرمش هذا مش عارفه شو يبي لكن anyways. ستيب اللي بعدها حنحط ليب اويل من اسنس. يا ذاتس ات. سو انا حنظبط شعري، حنعدل شعري، حنغير لبسي وحنشوفوا اللوك النهائي في بعد 3 2. Only been days but it felt like months. We're gone for a year, only know like once. اوكي حبيباتي، وهذا كان فيديو اليوم. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر اللي تحت الفيديو وتضي هلبا بعيد. تابعوني على الانستا، تيك توك، سناب شات ويوتيوب، وأنا نكون شاكرة لكم هلبا 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 هلبا. نحبكم هلبات، نشوفكم وتشوفوني في الفيديو الجاي باي باي. Only been a few hours but it felt like days.